اسمع كده الكابتن شو بيقول ايه عن وسام ابو علي. تفاوض وكلام وشغلانه، ومن حق النادي الاهلي ان يعني يتمسك بلاعب له مساهمه كبيره جدا السنتين اللي فاتوا، حقه ان يفكر في الاحتراف، حق مشروع للجميع. لما جه النادي الاهلي الناس كلها كانت بتقول مين وسام ابو علي، هو على فكره بيعترف بهذا الكلام. اخر خبر وصل لنا انه بالفعل سلم جواز سفره، هيسافر عادي مع النادي الاهلي الى تونس. طبعا هنفضل نقول للمره المليون ان مفيش خلاف على امكانيات وسام ابو علي، بس لازم من اداره النادي الاهلي انها تتخذ اجراءات صارمه ضد اللاعب ده، بتجميد، بفرض عقوبات، بغرامه ماليه كبيره. المهم الموضوع ما يعديش على خير، لان هو اللاعب مش هيديك خلاص. اذا تفضل المفاوضات ماشيه بالتوازي، هو هيعمل اشعه رنين النهارده كانت بناء على طلبه. الدكتور قال له اهلا ومرحبا، بس هنقول ايه اللي في الرنين، لانه لو الرنين ما فيهوش حاجه ما الدكتور مش هيقدر يطلع يقول انه الرنين اصابته بشده وبالتالي سيغيب عن معسكر الاهلي في تونس. مش هتبقى مستساغه عند الناس. اتكلم هنا بمنتهى الوضوح يعني، وبالتالي هو ما عملش الاشعه لانه اعتقد انه وسام سليم.